الأمطار رياح قوية تصل سرعتها في بعض المناطق إلى 70 كيلومترا في الساعة، فضلا عن تساقط للبرد واحتمال تشكل زوابع هوائية، وسط مخاوف من حدوث فيضانات وسيول جارفة جديدة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام فقرتنا الجوية مشاهدينا الكرام، شكرا لكم وإلى اللقاء. لماذا تحاول روسيا تسوية المدن السورية بالأرض؟ أليس قصفها الوحشي لحلب بالتعاون مع النظام نسخة طبق الأصل عما فعلته بالشيشان من قبل؟ أم إنها خففت من تورطها في الوضع السوري؟ ألا تحاول جمع السوريين حول حل سياسي؟ الاتجاه المعاكس غدا في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وكان يعرف أن هذه الصحيفة التي يريد أن يصدرها لن تستمر. المراقبة كانت شديدة على كتاب الأعمدة، حتى بعض الكلمات كانت محرمة، يعني مثلا البرلمان أو الديمقراطية، كثير من القضايا هذه كانت غريبة وممنوعة أيضا. وبدأت الصحف تتحدث عن هذه الأوضاع. هنا صدر قانون المطبوعات، إعلان الأحكام العرفية والرقابة العسكرية. انتهى الأمر بمنع الجرائد نهائيا، وحصل يعني هذا ما نسميه نحن بالخميس الأسود. ما لم نستطع أن نحرر الصحافة، ما لم نستطع أن نحتل مواقع متقدمة في الإعلام الحر، لن نستطيع أن نكون أحرارا ولا أن نكون ديمقراطيين. تاريخ الصحافة العربية في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. مع تصاعد الرقابة على الإعلام، يتعرض الصحفيون في جميع أنحاء العالم للاعتداء وأحيانا للقتل. الجزيرة تكشف النقاب عن تجاربهم الشخصية من فقدان لزملاء في الميدان إلى النجاة من الموت. As long as people are fighting each other and doing so in the acquisition of power, journalists have to be there. اغتيال الرسالة يعاد الاثنين في 5:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. لماذا غزت تجارة المستعمل أسواق الأردن؟ هل ضعف القدرة الشرائية وحده السبب؟ أم إن للمستهلكين متطلبات أخرى؟ الاقتصاد والناس يرصد ويناقش. يعاد الاثنين في 9:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية أريد. كفى فساد، كفى سرقات، كفى عوائل ما عندها رواتب، شباب عطالة بطالة، عالم ثاني جديد. الآن الشعب العراقي يريد التغيير. اليوم حيدر العبادي هذا التوفيق طيناك اياه، وبالمقابل نقول لك يا حيدر العبادي اطلع من حزبك وادخل بحزب الشعب.